السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير وفي احسن الاحوال. البنات بغيت نشارك معكم الروتين هذا ديال الغداء ديالي اليوم، ساهل وخفيف وصيفي كيف ما تشوفوا. هنا الدنجر عندي على قناه، تنشويه، ماشي نبخرو ولا شي حاجه، تنشويه وتنزيد عليه الثومه محكوكه والقزبر ومعدنوس، ثم تكون بزيت وزيت العود والحامض والكمون والملحه. صافي ترقدوا كوت. دابا راه غادي ملي عندي لاصوص الشلاضه، بالنسبه لهاد الشلاضه هذه عي لافوكا شديت بصله مطيشه شلاضه وعمرت صافي ودرت. غادي ناخذ لاصوص، غادي ندير زيت العود والخل والملحه والابزار وغادي ندير الفوق هكا. وهنا كذلك غادي ندير شويه ديال هاد لاصوص هذه باش تجي هذيك باش تجي هاد الزعلوك هذه بارده وحامضه، تجي فنه عزيز عليا، حامضه تجي زوينه والمذاق تيجي هائل. هنايا غادي نقدم هاد السلطات اللي ديال الزعلوك وديال لافوكا. غادي ندير معاهم هاد الكفته هذه مشويه. الكفته اللي تندير ليها بطبيعه الحال كما تتشوفوا البصله محكوكه في حكاكه الغليظه. هنايا الكفته ديال اللحم ماشي ديال الدجاج ماشي ديال لادانت. هنا كل واحد على حسب عدد الكميه اللي عنده. انا عندي كيلو ديال الكفته، ضفت ليها التحميره، الكمون، البصله، القزبر والمعدنوس ومليحه. صافي هذا ما كان. والكفته اصلا راه نوعيه جيده. وهذا الشيء غادي نرافقوا كذلك ب لي بات اللي بكريمه. هنا تنشد البصله تنقطع رقيقه كروات صغار، وتنشحر معاه بالزيت العاديه والملحه وشويه ديال الابزار ماشي بزاف. صافي ومن بعد ما تتهبط هذيك البصله تنضيف عليها حك ونص ديال لاكريم فريش، وهنا البازيليك الحبق، وتنضيف واحد 4 ديال الطرفه داك الفرماج ديال الساندويتش الكاري هو اللي تندير، او البارميزون اللي عندكم، او الكونتي او الكغويير. المهم حنا ما عندناش هادشي كامل، غنديروا 4 ديال الطروفه على حسب الكميه اللي عندكم، يعني حسابكم نتوما وعلى حسب الاستطاعه بطبيعه الحال. هنا صافي تنسلقوا لي الباط ديالنا 5 ديال الدقائق حتى ل 6 ديال الدقائق، ما يكونوش معجنين. صافي وتنضيفهم هنايا تيتحطوا سخان فنين معلكين. هذاك الفرماج تيعطيهم واحد التعليكه، بصراحه تعطيهم واحد التعليكه اللي هائله، تعليكه زوينه فنه. هاد لي باط هادو يمكن لكم تاكلوا معاهم عاد الكفته هذه مشويه بوحدها بلا لي صالاد. كما يمكن لكم ديروا هاد لي باط عين مع لي صالاد بلا كفته، يعني ماشي ضروريه. صافي هذا مكان. هاد لي باط، هاد النوع لي باط تيجي زوين، وهاد لاصوص هذه ما تحتاجش انك تسخنيها في ميكرووند. فلا بقات لكم بارده ولا شي حاجه ومابقاش عندك لا كريم فريش او بغيت تسخنيها بطبيعه الحال ضروري من المقله ماشي الميكرووند تتولي لا كريم فريش بحال الزبده، فبالتالي ما تبقاش لذيذه. المهم ما علينا. صافي الا بغيتو تسخنوا تزيدوا عليها واحد شويه الحليب وتسخنوها، صافي تكون الطريقه زوينه. هنا الكفته ديالنا كما قلت لكم غادي نشويوها، او تناخذ مقله كبيره تندير فيها شويه الزيت، حطايه صغير ديال الزبده، ولا يمكن لكم تجاهلوا كاع، وتنخلي ديك المقله حتى تسخن مزيان. عاد تنستف فيها هاد الكفته التحميره الاولى الثانيه. صافي تنحيد الكفته ديالي، تندردر فوق منها البصله مقطعه رقيقه، كروات رقيقه من الفوق هكا، والربيع مقطع تجي هائله، والكمون. صافي تنتمنى هاد الفيديو هذا تبارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم، وما تنساوش تدعموا القناه. بصراحه الحمد لله القناه غادا بفضل ربي وفضلكم، بفضل الدعم ديالكم والناس اللي تيتابعوني على الباج ديالي ديال تيك توك اللي تنحط فيها وصفات. بصراحه وصفات زوينين، ولكن للاسف ما عنديش الوقت باش نعطي كل وصفه. لي صالاد اللي حطيت، لي صالاد الايطاليين زوينين، لي صالاد اللي ديال هذا العصر هذا بصراحه مودرن، لا من الشكل ولا من المذاق، يعني الديكور والمذاق. المهم تنتمنى هاد الفيديو هذا تبارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم، وما تنساوش الدعم ديالي بلايك واشتراك وتعليق، باش هكا نتحفزوا اكثر واكثر ونعطيو اكثر، وبالصحه والراحه.